لقد ارتكب هذه الجريمة ضد الإنسانية الذي يتحدث عن الإنسانية على الساحة الدولية. ولم تكن هذه الحادثة الأخيرة في قرية شمالزو، بل هناك العشرات من العائلات الأخرى التي وقعت ضحية لفظائع الاستعمار الأمريكي، وقد تعرضوا من قبلهم في الحزن والأسى. خلال فترة الاحتلال ارتكب المحتلون البرابرة جرائم ضد الإنسانية في هذه المديرية لدرجة أن كل حجر وكل تلة في هذه المنطقة تشهد على هذه الوحشية والفوضى. ورغم كل هذه الفظائع والجرائم فإن الاحتلال الأمريكي لم يكسر إرادة الشعب، ولا الروح العالية ولا العزيمة والإرادة القوية لشعب هذه المنطقة، بل أصبحوا أكثر قوة، وبإيمانهم الإسلامي المقدس وشغفهم ومشاعرهم قاتلوا لتحرير البلاد وفرض الشريعة الإسلامية. وبفضل الله تم تحرير هذه البلاد، وارتفعت الراية المحمدية المقدسة مرة أخرى على هذه الأرض الطاهرة. لقد خرجت زرمت من رماد الاحتلال والحرب، وهي الآن في جو من الاستقلال والأمن الكامل، الحمد لله. الآن وقد ساد النظام الإسلامي في جميع البلاد، عاد أهالي هذه المنطقة إلى ديارهم وحياتهم الطبيعية. المزارعون يعملون في حقولهم، والطلاب يدرسون، وأصحاب المحلات التجارية يتجهون إلى محلاتهم في أجواء آمنة. يبدأ سكان شمالزو الآن ليلتهم بهدوء، ويبدأون الصباح بآمال جديدة. لقد خرجوا من المداهمات الليلية والقصف والوحشية، ويخفون الذكريات المريرة للحرب القبيحة الماضية في ظل الاستقلال والسلام. على مدى 20 عاما ماضيا كان المجيء إلى العمل في قرية بالله بمثابة القدوم إلى السجن، هل سمعت؟ والآن بفضل الله نحن سعداء جدا لدرجة أنني لا أجد ما أقوله لك. وفي السابق لم تكن إمكانيات الحياة مواتية، لم تكن رؤوسنا وممتلكاتنا في أمان، والآن الحمد لله هناك أمن وسلام. نحن نقوم بأعمالنا باطمئنان وراحة بال، والآن لا بأس علينا، ونحن راضون عن هذه الحالة جدا. والحمد لله الآن هناك أمن. الآن الأمن أقوى بكثير مما كان عليه في السابق. الناس يقومون بأعمالهم باطمئنان وراحة بال، إنهم يأتون ويذهبون، كل شيء يتم في وقته. كانت المشاكل والصعوبات كثيرة، لم نكن نتمكن بالخروج من البيت. عندما كنا نذهب خارج البيت لم نكن نقول بأننا سنعود أحياء، إما كانت هناك القنابل في الطريق، إما كانت تقام الحروب، وإما كان إطلاق النار والفوضى، ولهذا السبب لم نكن نحب الذهاب إلى العمل. والآن الحمد لله هناك أمن، نقوم بالعمل باطمئنان وراحة بال، لا توجد أي مشكلة لأحد على الإطلاق.